أهلا بيكم في أول فيديو على قناتي. أنا فكرت كتير قبل ما أبدأ، ولكن الحمد لله آن الأوان. بس في الأول أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة إن شاء الله. أنا هدفي أقدم ليكم محتوى مفيد وممتع في نفس الوقت. أتمنى من كل قلبي إن يعجبكم الفيديو، وإذا حبيتم المحتوى ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان تبقوا على تواصل معايا دايما. ويلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله. هنعمل في الفيديو هنعمل جلاش، هنعمل محشي ورق عنب وفلفل، هنعمل كفتة دوباشة، هنعمل ملوخية، هنعمل شوربة، وهنعمل كشك. أنا الأول إن شاء الله كده هنبتدي نعمل صاج الجلاش. انا قسمته نصين بالظبط، ده نص كيلو جلاش بنقسمه نصين عشان نحط نص تحت ونص فوق. النص التحتاني دهنا طبعا الصاج من تحت بالسمنه، وبين كل كام ورقه كده بنحط حته سمنه، وبعد كده بنحط اللحمه المفرومه. انا معصجاها، كانت عندي جاهزه متعصجه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. انا هعمل نص الصاج لحمه مفرومه ساده، والنص التاني هنحط عليه فلفل رومي وجبنه موتزاريلا. حط الفلفل الرومي على النص بالظبط كده، عشان في بيحب باللحمة بس وفي بيحب بالفلفل وبالجبنة الموتزاريلا. احنا نعمله كله في صاج واحد او في صينية واحدة. نحط الموتزاريلا ونبدأ نحط النص التاني بتاع الجلاش. انا عندي المقاس بتاع الصاج نفس مقاس ورقة الجلاش بالظبط، يعني مش محتاجة ان انا اتني من هنا او من هنا. بين كل رق ورق بنحط سمنة بسيطة عشان بس يبقى مورق معانا. كده خلصنا خلاص. هنبتدي بقى نجيب السكينة ونقطعه الأول. انتي بتقطعيه بالشكل اللي يريحك. انا هقطعه مربعات بالشكل ده. وبعدين هنبتدي نجيب لبن ونحط عليه شوية فلفل اسود بسيطة وشوية ملح بسيطة وبيضاية، ونقلب كله في بعضه ونبتدي نسقي الجلاش. ونتحرك كده بسيط عشان نسقي كل الصاج كله، يبقى اللبن بالبيض دخل في كل الصاج وفي الحروف كله. نحط في الفرن على طول، يكون الفرن طبعا سخن. نحط بس حتة سمنة كده فوق الوش ونحط في الفرن على طول، ونبتدي نعمل الأكلة التانية. أنا عندي الكفتة خلاص عاملاها هي جاهزة. الكفتة دي عليها بصل وعليها توابل بس مش أكتر من كده. وهنا حاطة أنا الشوربة على النار علشان أعمل الكشك، والناحية التانية هنعمل إن شاء الله الخلطة بتاعة المحشي. هنحط بس 3-4 معالق رز صغيرين، يعني معلقة أكل 3 معالق أكل كده أو حاجة زي كده، ونحطه في الشوربة علشان الرز يستوي. وهنا هنحمر البصل علشان نعمل الخلطة بتاعة المحشي. أنا بشرة طماطم ومجهزاها، مش عاملاها عصير، عاملاها مبشورة. تقلب كل شويه كده في الرز عشان تشوفيه انه استوى. متخلوش يتهري قوي عشان ما يبقاش، يعني لازم يبقى باين شويه في الكشك، يعني يستوي بس ما يتهريش. حط الكفته بقى على العين التانية زي ما هي كده بالظبط، لغايه ما يعني ايه، تنزل العصاره بتاعتها وتشربها شويه ويبدا لون اللحمه يتغير. بعد كده هنحط عليها عصير الطماطم والملح والفلفل الاسود بس، مفيش اي حاجه تاني ولا سمنه ولا اي حاجه. نقلب البصله كده. احنا بنعمل كذا حاجه مع بعض في وقت واحد عشان ننجز. ننزل بالطماطم ونبتدي نقلبها. نبتدي بقى نحط مرقة الدجاج 2. انا حطيت 1 مرقة دجاج، وابتدي احط التوابل بتاعتي: فلفل اسود
وكمون وسبع بهارات والنعناع طبعا ده اساسي طبعا، بس النعناع تكون يعني حاطه حبه كويسين. نحط النعناع وبعدين نبقى ايه نقلب، وبعد كده نبقى نحط الملح. لسه شويه برضو الكفته، يعني خليكم الكفته لازم بتبقى مهدين عليها عشان ما تلزقش او ما تتلسعش من تحت. نحط بقى معلقه صلصه ونحط الملح ونقلب. طبعا احنا الرز خلاص غسلينه ومجهزينه، اخدنا منه للكشك، والباقي نحط منه على الخلطة. نقلب كده نشوف الرز بتاعنا استوى ولا لسه. الجلاش طلع خلاص اهو، ادي لونه بسم الله ما شاء الله جميل. خلاص احنا طفينا عليه، بس هنحطه في الفرن عشان يفضل ايه سخن ان شاء الله لغاية الفطار. نقلب بقى الايه، حطينا الرز خلاص اهو، نحط الرز ونبتدي نقلب الخلطة بتاعتنا. طبعا الشبت والبقدونس والكزبرة انا مجهزاهم وغسلاهم. انا بجيبه، بس بجيبه بيبقى ناشف مش ببلول ميه، وبيتقطع. تقطع الشبت والبقدونس والكزبرة، تحط الشبت لوحده، وعندي علبة للبقدونس والكزبرة يعني بحطهم في فاصل بينهم، تحتيهم ورق مناديل ومن فوقهم ورق مناديل. الخضرة بتقعد معاكي في التلاجة ممكن من 20 ل25 يوم، تفضل خضرة زي ما هي وناشفة ما فيهاش أي حاجة. أدي الخضرة أهي خلاص، نسيبها بقى تبرد شوية عبال ما نعمل حاجة تانية. ورق عنب طبعا أنا سلقاه ومجهزاه، والفلفل خلاص متنضف وجاهز. نخلص بس الكشك الأول عبال الخلطة ما تبرد، وبعد كده نكمل بقية الأكل بتاعنا. أنا الكشك بتاع جبنا اللبن، حطيت اللبن وحطيت عليه 4 معالق دقيق، وتضربيهم كده بالمضرب عشان الدقيق ميبقاش مكلكع. نجيب بقى الصفاية ونحط اللبن بتاعنا عشان ميبقاش فيه أي حاجة مكلكعة، يبقى نضيف. وتبتدي تقلبي باستمرار على طول علشان الدقيق ما يكلكعش أو يلزق معاكي لغاية ما يتقل. طبعا لما يتقل انت تحط شوية فلفل اسود وتدوق الملح بتاعه اذا كان محتاج ملح او لا. اذا كنت محدقه الشوربه خلاص. هنا نقلب بقى الكفته اهي بدأت تاخد لون تاني زي ما حضراتكم شايفين، ونحط عليها الطماطم، عصير الطماطم وشوية ملح وفلفل اسود وبس. على كده تغلي بس غلوتين 3 وخلاص. نحط الملح، شوية فلفل اسود، ونبتدي نقلبها وبس غلوتين 3 ان شاء الله ونطفي عليها. نقلب بقى الكشك بتاعنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. انا بشرت بصل لوحده، يعني بصلايه صغيره للكشك، علشان دي اللي هتتحط فوق الوش بعد ما يتغرف ان شاء الله ويبرد شويه. هنبتدي نحط البصله زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هو قرب خلاص نطفي عليه، خلاص طفينا عليه كده خلاص بتاعه كويس قوي. هنحمر البصله بتاعته بالمره عشان يبقى خلصنا من الكشك. يبقى احنا عملنا الجلاش خلصناه، ودلوقتي قربنا نخلص الكشك والكفته على النار والخلطه المحشي جاهزه. البصله اهي مفرومه ناعمه، نحط عليها حته سمنه ونبتدي نحمرها لغايه لونها ما يبقى ذهبي، ما تبقاش غامقه قوي ولا فاتحه قوي، وسط الذهبي وسط. خلاص كده لونها حلو قوي. هنبتدي ناخدها في جنب الطاسه كده، وتبتدي تعصريها من السمنه بتاعتها خالص عشان تبقى ناشفه، والسمنه دي هتتحط على الكشك بتاعنا بالشكل ده.
وتبدأي تقلبي الكشك عشان هيتغرف. دي البصلة بتاعتنا اهي، شايفين لونها، اللون الذهبي، ونفرطها من بعض كده ونسيبها لما تبرد والكشك يبرد نبدأ نحطها عليه. نغرف بقى الكشك بتاعنا وهو سخن على طول. انا بحب احطه في طواجن فخار صغيرة زي ما انتم شايفين كده. الكمية اللي عاملاها عملت 4 طاجن صغير وسط، هو طاجن وسط بالشكل ده. لما يبرد خالص نبقى نحط عليه التقلية بتاعته. كفتة اهي زي ما انتم شايفينها، الواحدة بوحدتها، ما فيش حاجة فكت ولا اي حاجة. هنبتدي دلوقتي نعمل الملوخية، وبعدين لما نخلص خالص اخر حاجة هنبتدي نعمل محشي على رواقة بقى، عشان لسه عبال ما نحشي. الملوخية انا جبتها خلاص وحطها، سواء انا جايبة ملوخية اكياس، عايزة تجيبي خضرة اللي يريحك، فكت خالص، وبعدين نحط الشوربة شوية شوية ونقلب علشان ما ترقدش مننا، عشان ما تحطيهاش على الكمية كلها، ممكن تطلع خفيفة قوي، فانت بتحطي شوية شوية وبتبتدي تقلبي لغاية ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. وخلاص على كده، خلاص كده هنحطها على النار. اول ما تغلي على طول نشيلها ونبتدي نعمل التقلية بتاعة الملوخية. خلاص خلاص كده غليت، نحطها على جنب ونبتدي نعمل التقلية. انا خلاص حطيت التقلية، البصل حطيته خلاص على الكشك، وفي نفس الطاسة هي بتقلي الملوخية عادي عشان ما توسخيش مواعين كتير، وهو يعني ما فيش اي مشكلة. نقلب بقى التوم بالكزبرة الناشفة، لغاية ما يبقى لونها ذهبي كده، ونطشها ان شاء الله على الملوخية على طول. بس تمام كده الحمد لله. نحط بقى شوية كده عشان ناخد اللي في الطاسة ده. بس كده الملوخية خلصت عندنا. نعمل بقى دلوقتي الشوربة، شوربة لسان العصفور. طبعا الشوربة مهمة جدا طبعا على الفطار، عشان ايه؟ يعني بتبقى المعدة طول النهار وقت 12 ساعة وشوية صيام، فلازم نديها حاجة دافية شوية عشان يعني ايه المعدة تبقى مرتاحة. انا بحمر لسان عصفور اهو، ونحط عليه الشوربة، ونحط عليه 2 ورقة لورا وكم فص حباية. لو عندك مستكة كمان يبقى جميل جدا. ونحط مكعب 1 مرقة دجاج. دي كان عندي شوربة دجاج أنا بعمل بيها الحاجات دي كلها، الملوخية والكشك والشوربة. هنبتدي دلوقتي نحشي الورق العنب. الخلطة اهي، أنا هحشي الأول الفلفل واركنه على جنب، عشان بقية الخلطة أحط عليها السماق وللورق العنب بعد ما أحشي الفلفل كله بالشكل ده، وأحط فيه الغطا بتاعه زي ما هو عشان مفيش رز يطلع منه خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، وفضلا وليس أمرا ادعموني بالاشتراك عشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد بقدمه بإذن الله تعالى. وأشكركم جدا على المشاهدة. خلاص كده خلصنا الفلفل، خلاص نحط بقى السماق، وبعدين إن شاء الله نبتدي نحشي الورق العنب على طول. أنا خلاص حطيت السماق، هبتدي بقى إيه أحشي الورق العنب على طول إن شاء الله بالطريقة دي، وتلفي وبإيدك كده وتبرمي أهو بالشكل ده لغاية الكمية عندك ما تخلص. أنا الكمية دي حوالي ربع كيلو ورق عنب. خلاص كده خلص. هنبتدي نحط بقى المية أو العقد زي احنا بنسميه يعني بالبلدي كده بتاع المحشي. في نفس الطاسة اللي كان فيها الخلطة بتاعت المحشي بتحطي المية السخنة، وتحطي شوية ملح صغيرة، وتبتدي تسقي الورق العنب بالشكل ده. أنا رصيته خلاص أهو، عشان لما أجي أقلبه في طبق يبقى نفس الشكل بتاعه. نسقيه خلاص أهو. نبتدي بقى نحط شوية دبس رمان إن شاء الله عليه، طبعا بيديله طعم خطير. وبعدين الورق الصغير اللي عندك اللي متحشاش، ورق مقطوع، حاجات من دي بتبتدي تغطي بيه الورق العنب بتاعك
علشان ما يقبش ويطلع لفوق والشكل يتغير اللي انت رصه بيه بالشكل ده كده. بعد كده بعد ما يستوي ان شاء الله كل ده بيتشال بيترمي خلاص، وبيفضل الشكل بتاعنا زي ما هو اللي انت رصاه خلاص كده بالشكل ده. وهبتدي ارص الفلفل بقى ايه فوق منه كده بالشكل ده في نفس الحلة، ونحطها على النار على طول كده. خلاص احنا بنغرف والمغرب قربت خلاص، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى لكم مشاهدة طيبة وعام سعيد عليكم ان شاء الله، ورمضان مبارك، ورمضان الخير لينا وليكم ان شاء الله وللأمة الإسلامية كلها جميعا. مع ألف سلامة.